المبنى ده اسمه الاتوميوم. يعني ايه الاتوميوم؟ جايه من كلمه اتوم او ذره. ده اقدم منه، كان الناس بتقول ان هو يعتبر الاقدم، بس ده يعتبر اقدم منه اللي احنا فيه دلوقتي. تحس ان من هنا في تفاصيل اكبر. 4 فرسان بيشدوا عربيه، و2 فوق كده ايه تقريبا بيسوقوا الفرسان، وتحت في تاج الملك مدعم بالذهب. بصوا الشوارع كلها، يعني المدينه كلها تحسها مبنيه على مرتفعات، حبه شارع نازل وشارع طالع، شارع نازل وشارع طالع. اهلا بيكم في المدينة رقم 1 في الدولة، رقم 2 من رحلتنا حول العالم. النهاردة احنا في مدينة جميلة جدا جدا جدا. المدينة دي بينها وبين فرنسا خناقة بسبب حاجة عبيطة قوي. مين اللي اخترع الفرنش فرايز او البطاطس المقلية الاول، هم ولا فرنسا؟ اهلا بيكم في بروكسل بلجيكا. متنساش تتابع الفيديو ده للاخر عشان خاطر في تحدي انا عامله في الاخر لازم نشوفه مع بعض، واسيبكم من اول الرحلة. يا صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طيب النهارده بقى معانا رحله حلوه انا حاببها وبحب اروحها. هنروح بروكسل او بريسلز، هنروح بلجيكا مع بعض. تسالني بقى بالسيد هتروح ازاي؟ هقول لك ده سؤال حلو. هناخد باص من هنا، ودي يعني انا هكتب لكم الاسعار كده فوق، بحيث ان لو حد مثلا من هولندا او حد جه هولندا حابب ان هو يسافر بسعر رخيص ياخد الطريق ده. هو الباص جه اهو. طيب في موقع اسمه فليكس باص. الموقع ده بيسافر بين كل مدن اوروبا بسعر رخيص جدا. يعني التذكره بتاعه الباص اللي انا راكبها دلوقتي ب 11 يورو. لو حجزتها بدري ممكن تلاقيها، يعني انا حجزها امبارح بالليل، النهارده ممكن تلاقيها، يعني لو انت تحجز الاسبوع اللي جاي ممكن تلاقيها تبقى اقل من كده. يعني للي حابب ان هو يسافر، فليكس باص دي يعتبر اسهل وارخص طريقه تسافر فيها من والى المدن الاوروبيه مع بعض. ماشي، يلا بقى هوريكم الباص من بره، والله شكله شيك، وبعد كده نطلع ونشوف مع بعض شويه في الطريق كده عامل ازاي. بس ده الباص يا جماعه، كان في مكان للشنط لو حد معاه شنط بيحطها هنا، مفيش خلاص بنطلع نقعد فوق. انا واخد كرسي قدام عشان ناخد بانوراما كده، فيو الواحد يبقى قاعد كده ايه شايف الطريق كله. فهنطلع ونشوف مع بعض. وصلنا الباص، يلا نخش نشوف من جوه عامل ازاي. بس ده الباص من هنا، احنا بقى واخدين اول مكان قدام خالص. ده الكرسي بتاعنا، في فيشة جنبنا وفي كل حاجة تبع الرايق والله. في فيش هنا، بس دي فيشة ودي يو اس بي. في قدامنا مكان حلو الواحد ممكن يحط الشنطة مرتاح، يبقى مرتاح في الطريق. جميل، مش وحش. شوفكوا بقى في الطريق كده كمان شوية. طيب الحمد لله يا جماعه، كده وصلنا اول مكان المفروض نروحه. لسه نازل من الباص دلوقتي، واول انطباع خدته ان هولندا انضف شويه يعني، بس ستيل بلد نظيفه. الشجر هنا جميل، بصوا الشجر وانا ماشي تلاقي في ورد كده شكله جميل. لا الورد هنا يعني الشجر الورد بتاعه جميل. ده اول انطباع انا واخده عن المكان. يعني انا ما جيتش المكان ده قبل كده، انا جيت بلجيكا قبل كده بس ما جيتش المكان اللي انا فيه دلوقتي. فده كده كان اول انطباع انا خدته عن المكان. خلينا نروح هناك ونشوف ونستكشف المكان اللي انا عايز اروحه مع بعض، وبعد كده نروح على السنتر. يعني ده يمكن اول فيديو انا مش هبداه من السنتر، لان المكان اللي انا رايحه دلوقتي يعتبر اقرب من السنتر بالنسبه لي، فمش هينفع اروح السنتر وارجع تاني وارجع اروح السنتر عشان اروح، فهنا اقرب. المهم احكي لكم موقف طريف لسه حاصل معايا من شويه، انا ما عرفتش اصوره للاسف. انا واقف بسال عن المكان اللي انا رايحه دلوقتي، فلقيت اخ مغربي واخ جزائري واقفين تقريبا، هم عمال في المكان هنا. فبسالهم عن المكان، فبيقول لي شكلك مصري. انا بسالهم بالانجليزي، فهم قالوا احنا بنتكلم فرنساوي. قلت لهم لا. فانا خدت بالي ان هم ايه شكلهم عرب شويه. فاقول لهم بتحكوا عربي؟ الراجل قال لي بنحكي عربي. يا عم اتكلم عربي وبتاع. اول ما بص لي كده قال لي شكلك مصري. قلت له عرفت منين؟ قال لي هو المصريين بيبان عليهم كده، انا اول ما شفتك قلت ده مصري. قعدنا نهزر شويه، يقول لي اهلاوي ولا زملكاوي؟ قلت له لا اهلاوي. قال لي انا بشجع الرجاء. قلت له كسبناكم. تاني قال لي بشجع مولوديه الجزائر تقريبا واتحاد العاصمه. قلت له برضه كسبناكم. الراجل قال لي خلاص امشي. يعني يحيى الاهلي. رافع راسنا في كل مكان. ايه قصه بقى المكان ده؟ هنروح هناك واحكي لكم القصه كامله. المبنى ده اسمه الاتوميوم. يعني ايه الاتوميوم؟ جايه من كلمه اتوم او ذره. فكرته ايه؟ ان هم لما جم بنوه حبوا ان هم يعملوه على شكل ذره، فجابوا جزيء الذره اللي هو الناس بتاعت الكيمياء هتفهمني والفيزياء والحاجات دي، جابوا جزيء الذره وكبروه 165 مليار مره. انتوا متخيلين العظمه؟ عشان بس يطلع بالشكل ده. المبنى ده له قصة جميلة جدا لازم تسمعوها. شوف الفيديو. خلونا نروح بقى نشوف تيكتس منين
ان واضح ان في طابور كبير على التيكتس وطابور كبير علشان ندخل، فعشان ما نضيعش وقت نروح نشوف التيكتس منين ونحاول نطلع اي اوضه من من الاوض الكبيره دي. اوضه ايه بقى؟ كوره. نطلع اي كوره من الكور الكبيره قوي دي. المفروض ان هم ليهم الويب سايت ده ممكن تحجز من عليه التيكت، ولكن انا جيت وما حجزتش. انا امبارح مخطط للرحله دي امبارح بالليل، وقلت يلا نطلع النهارده. ففي مبنى هنا تيكت ونقف في الطابور كده ونشوف ايه الدنيا. الطابور شكله قصير بس ما اعرفش ليه بياخد وقت طويل قوي، بس يلا نشوف. بصوا يا جماعه دي لسته الاسعار. لو الاطفال ببلاش، التين اللي هو لحد 17 سنه بتسعة، مش راحت هناك ب9 يورو. الستودنتس اللي هو بس يكون معاهم ستودنت اي دي من جامعه هنا ب9 يورو. التيتشر لو مدرس او انت بقى مدرس او مدرس جامعه او حاجه ب12. الادلت اللي هو زي حالاتنا كده ب17. السينيورز الناس اللي هي فوق ال 65 ب15. واخواتنا ذوي الاعاقه ب9 يورو. دي الاسعار. المكان هنا بيفتح يوميا من الساعه 10 الصبح للساعه 6 المغرب. الو. Yeah, one ticket for Utami. 17 يورو التذكرة. Okay, شكرا. and what? What is the other word? What's the other word? عفوا. Have a nice day. خدنا التيكت وخدنا ديزاين في المكان. خلاص خدنا التيكت ب 17 يورو. يلا نطلع نشوف المكان من فوق. في حد قبلنا حاجز قد 17 20 تيكت، لازم بقى يسكنهم واحده واحده. طيب عشان زي ما قلنا الاسانسير عطلان، ففي دلوقتي حاجتين. نطلع ناخد الناحيه دي الاول، دي اللي هو البلو 1 هنطلع نشوفها دلوقتي، وبعد كده هننزل ناخد بقى الاسانسير نطلع بقى الاعلى واحده فوق. ولكن خلينا نطلع، هناخد الفيرست امبريشن كده مع بعض او الانطباع الاول مع بعض. دي شكل الذره نفسها، ده المجسم الصغير دلوقتي متكبر 165 مليار مره. الفيديو ده كده ساعه ما كانوا بيبنوا المكان، كانوا مستخدمين رفعات تقريبا. شابوه ليهم بصراحه، مبنى معقد لكن بنوه. خلينا نكمل رحلتنا. ده هيقعد بقى يبني واحده واحده. احنا خدنا اشبعنا فضلنا خلاص وعرفنا. سنه 1958 كان في معرض هنا اسمه معرض اكسبو الدولي، كان بلجيكا او بروكسل هي اللي مستضيفاه. بعد كده كان المعرض ده هدفه وقتها ان هم يعملوا حاجه للاستخدام السلمي للذره. انتوا عارفين ان الذره ممكن تعمل بيها بقى قنابل والحاجات دي كده، بس هو بقى قال لك ايه، لا احنا عايزين نخليها استخدام سلمي. كان الحرب العالميه الثانيه وقتها لسه خلصانه، فهم عملوا ايه بقى؟ كان متصممين المبنى ده بحيث ان هو يكون مبنى مؤقت يتهد بعد 6 شهور، فالناس انبهرت بيه وحبته، فخلوه بقى مبنى سياحي من الدرجه الاولى زي ما انتم شايفين كده. وده بقى رمز لبلجيكا، زي مثلا برج ايفل في فرنسا او في باريس. ده بقى رمز لبلجيكا ورمز لبروكسي. هندخل في ماسوره من المواسير. يلا ايه ماسوره، هندخل في الماسوره. حلو الماسوره دي. اوه نور في مزيكا، استمتعوا معايا. اوه لا تستحق والله يا جماعه، تستحق ان احنا نطلع. انت طالع كده السلم، طالع انت حاسس ان انت هتقع على ظهرك، ولكن تمام طالع عكس الجاذبيه، فجميل قوي. من الضوء الاحمر اللي في نهايه النفق ده شكله مرعب، بس لو في حد جاي من ورا مش باين، انت ما تشوفش اللي تحت. بعد كده اللون قلب ازرق، بقى قلب ازرق. واو ده اللي لسه طالع فوق تاني. كل ما نطلع فوق كل ما يبقى احلى. واو جميل جميل قوي. بص كده البتاع ده، لا جميل. بقى نطلع فوق، ناخد السلم ونطلع فوق. انا بقيت سيد الاحمر ولا ايه؟
لا وكمان في قاعدة هنا. في قاعدة لو تعبت تعالى ريح، بس انا لسه ما تعبتش، انا هطلع تاني. نطلع فوق كمان ذرة يبقى. انا هقولها عليهم مجموعة ذرات، هي المفروض ذرة واحدة بس انا اقول مجموعة ذرات، واحنا دلوقتي داخلين ذرة في ذرة. اوه انا عايزكم تستمتعوا وتعيشوا معايا اللحظة، لازم تستمتعوا. انا شكلي مرعب كده ليه؟ ذرة ممكن نطلع لها. لا ده لسه مقفول، في تاني فوق بس مقفول. نزلنا هنا نروح على مكان تاني. وبعد كده نشوف الخريطة واحنا فين. احنا عايزين نطلع فوق عند دي عشان نشوف هي أعلى واحدة. أنا مش عارف بقى هيبان اللي هو أعلى واحدة، عايزين نطلع نشوف كده من فوق. تقريبا مش باين عشان الإضاءة الحمراء دي، ولكن أنا بقيت سيد الأحمر. دي عايزين نطلع لدي اللي هي الحمراء دي، أعلى واحدة فوق. دلوقتي احنا رحنا 4 ولسه الباقي، لكن أنا مهتم أطلع اللي فوق دي علشان نصور المنظر من فوق، نشوف المدينة كلها من فوق عاملة ازاي. يلا ناخد غمار السلم. دي تبقى شكلها كده من فوق، بس دي مقفولة تقريبا. واو بيخوفوك. بره الجو عامل ازاي؟ عايزين نطلع بقى اعلى واحده فوق. ده المنظر من بره يا جماعه. احنا في كوره من الكور دي كده، يعني احنا في واحده منهم كده. مش كان السلم ده طويل قوي ودرجاته مش مريحه، بس انا ماشي جوه الماسوره دلوقتي. اهم حاجه انا ماشي جوه الماسوره.
لا ده مش الاسانسير، ده لسه دي رحله مدرسيه. هنا بيجوا يجيبوا الاطفال يفسحوهم في الاتوم. يجيبوا الاطفال يفسحوهم في الاتوميوم. انتوا بتودوا عيالكم فين بقى يعني؟ عندنا المدارس بتودي العيال فين؟ الاهرامات طبعا، ما نقدرش نتكلم عن الاهرامات، نعم الاهرامات ب 100 اتوميوم. احنا اللي سافر عرف قيمه الحاجه اللي عنده في البلد، وعرف قيمه اللي في بلده بس من الناس لما بيقعد معاه. لا احنا عندنا اهرامات عظيمه طبعا، احنا بنيجي ننبهر هنا، بس احنا عندنا حرفيا يا جماعه التراث والتاريخ مفيش بعد كده، محدش يتكلم يعني. ودوا الاطفال الاهرامات وعلموهم التاريخ. هنا بيجيبوا الاطفال، انا كنت بقولها بهزار لكن الحقيقه هم هنا بيجيبوا الاطفال دلوقتي علشان يعلموهم تاريخ ويوروهم الحاجات بتاعت الموجوده في بلدهم، المعالم الاثريه بتاعتهم. احنا نعمل كده احنا كمان، ودوهم الاهرامات، ودوهم المتحف المصري الكبير، ودوهم الاماكن دي وعرفهم تاريخ بلدهم صح. مش كان الاسانسير لسه ما اتحلش، لسه الدنيا زحمه بس يعني. الناس ديت انا فاكرهم وانا طالع كانوا لسه برضه واقفين نفس الوقفه دي. Tu payes quelqu'un pour descendre les chaînes, tous les deux. Prends le capteur, bam. Je peux les faire. طلعنا فوق وده اول منظر هتشوفه اول ما تخرج. واو، هنا احنا واقفين في كوره زي اللي تحت دي، وتلاقي مشينا في المواسير دي من شويه. بصوا المدينه كلها انت شايفها من فوق، كشف كل حاجه من فوق. الاستاد هنا، شوف الاستاد ده من شباك تاني. بصوا الاستاد باين كله من فوق من هنا. دي البكتيريوم دي من يوروب دي احنا هنزورها ان شاء الله في فيديو تاني، مش في الفيديو ده. تعرفوا ليه؟ عشان كبيرة قوي. دي ذا فيليج، ده استاد كينج بادوين استاديوم. ده ملك اسمه بادوين او بادوين، اللي بيعرف يقرا فرنساوي يقول لي. دي بالانجليزي، انا بحاول انطق بالانجليزي بس هي اكيد ده اسم تاني بالفرنساوي. هو ده الاستاد ده. بعد كده هنا لندن. لو بصينا كده 316 كيلو، النظر بيجيب بقى. عايزين نبص من هنا لحد لندن ب 316 كيلو. لا ما تهزروش يا جدعان، بس ينفع نبص بالمنظر ده. تعال نشوف كده، احاول ان انا لو لقيت واحد فاضي. بس العيال بتلعب كوره تحت. بص يا هلا، بص هنا المنظر من فوق عامل ازاي. لا جميل، الجو حر قوي فوق. المطار برضو هناك يعني، ممكن لو حد يبص من هنا يشوف المطار، مطار بروكسي. طيب يا جماعه، دي كانت رحلتنا جوه الاتوميوم. لفينا جوه الذره شويه، دلوقتي هنروح مكان جديد. هناخد المترو من هنا لحد السنتر، ومن هناك هوريكم المكان الجديد. وصلنا محطه المترو اللي احنا عايزين نوصل لها، او الكانتروم. وصلنا محطه الترام اللي احنا كنا عايزين نوصل لها. من هنا هنمشي 5 دقايق تقريبا عشان نوصل للمكان التاني اللي احنا رايحينه. من هناك مش هنركب بقى اي مواصلات تاني بقى، هننطلق في جوله كده نتمشى فيها. بس يعني انا رميت هرمي نفسي بقى اول ما اوصل عند المكان ده، وخلينا نشوف هنروح لحد فين. انا خارج لقيت تمثال الراجل الطيب ده اللي اسم المحطه على اسمه، وانا مش عارف انطقها. اللي عارف ينطق فرنساوي يقول. اسمه مونتجوموري ده اسمه. يعني لو انا بنطق صح بقى يعني يبقى انا شاطر في الفرنساوي، بنطق غلط قولوا لي. طيب يا جماعه، وصلنا عند المكان اللي احنا كنا رايحينه دلوقتي. بدء كده هيعجبكم. ليه بقى؟ لان في حاجه من دي في فرنسا. عارفين قوس النصر؟ ولا اقول لكم ايه، ما تيجي نشوف مع بعض. سينكونتناير، بارك دي سينكونتناير. يا رب اكون بنطقها صح، ولو انا بنطق غلط قولوا لي، عشان انا ما اعرفش لسه فرنساوي. لما اعرف فرنساوي بقى قولوا لي. اسمها سانكونتنر. اهو الراجل قال اهو، قول تاني. سينكونتنر. صافي منين انت؟ مصر. ام الدنيا. انا من المغرب. انت من المغرب؟ يا هلا بيك. غادي تزور يا يوتيوب. اوكي يا معلش تاني سينكونتنر. سينكونتنر. خلاص، هو الراجل صحح لنا، مش عايز حد بيتكلم فرنساوي يصحح لي بقى. اسمك كريم؟ الياس السيد. شرف لي حبيبي الله يكرمك. المكان هنا جميل صح؟ عايش هنا في نعم سورتو مانو دابا الجو جميل. نعم. عادة مش دايما في غيوم وشتاء طب الحمد لله. النهارده احنا محظوظين يا جماعه ان احنا ايه جينا النهارده، يعني الجو جميل.
الياس قال لنا خلاص. يعني بداية مشرقة بالتفاؤل. وزي ما صاحبنا الياس قال لنا دلوقتي ان النهارده الجو جميل، الشمس طالعه، فده الناس خارجه وبتتمتع يعني. لكن لو احنا جايين في يوم تاني ممكن ما كناش عرفنا نستمتع بيه. وبلجيكا جوها متغير زي هولندا، بتلاقوا فيها اوقات جو شمس عادي وبعد كده المطر ينزل. هي جنب هولندا على طول، فهي نفس الفكره يعني. الكلمه دي معناها بقى ايه؟ اللي هي سينكونتنيغ اللي هو قالها لنا ديت. رب اكون بنطق صح تاني، لا مؤاخذه الياس. الكلمه دي معناها العيد الاستقلال ال50، او هو اتعملت بعد 50 سنه من استقلال بلجيكا. الملك جه قال، كان اسمه الملك ليوبولد الثاني حاجه زي كده، جه قال لهم عايزين نعمل قوس النصر زي اللي موجود في باريس، وبنوا قوس النصر ده، التمثال ده. وفي سنة 1905 افتتح المكان رسمي. الحديقة كبيرة، هنتمشى كده جواها شوية ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. لو مفيش حاجة هنروح لمكان تاني على طول، خلوكم معايا. رجعت لكم تاني من المكان اللي انا قلت لكم عليه، بارك دي سينتونيغ. يا رب اكون منطقة صح. المكان ده جميل جدا، هنخش جوه ونلف مع بعضنا كده ونشوف ايه الدنيا. الناس قاعدة مستمتعة، الناس بقى ايه، كل واحد جاب فرشة وفرش ونام بقى. في اللي ما جابش الفرشة اصلا ونام على طول من غير الفرش يعني تحت في الحديقة دي. الحديقة الناحية التانية اعتقد فوق هتبقى احسن. هنروح الناحية التانية ونشوف. في مبنى قصادها جميل قوي، هنروح هنقرب منه ونشوف المبنى ده مبنى ايه. الناس هنا بتصدق تلاقي شوية شمس يعني، اول ما بيلاقوا شمس على طول بيجوا على طول يفردوا ويعيشوا. الشمس هنا صعب ان الواحد يلاقيها يعني. الحمد لله على نعمة مصر والله. خلينا نطلع كده فوق وناخد نايس، فيري نايس. هنا لسه ما رحتش شفت انا بتاع فرنسا. ان شاء الله لما نروح نشوف بتاع فرنسا اقول لكم بقى مين بالنسبه لي احسن. اللي راح هنا واللي راح هنا هيكتب في الكومنتات ويقول لي مين شايفه احسن. جميله جدا الحديقه. وبعدين لسه قدام هنا في زي ممر كده او في كنال ميه، هنقرب ونشوف. ولكن كده من الوهله الاولى بصوا المكان، بصوا المكان يا جماعه. It's very nice. جميل قوي، جميل 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 جميل. لكن كل ما نقرب كل ما حلاوته تبان اكتر. الورده دي انا كنت في الاول شفته بالنضاره افتكرته اسود، ولكن هو مش اسود، هو بنفسجي غامق قوي يعني، لدرجه انا فكرته اسود بالنضاره. بس جميل قوي، جميل جميل. الورده دي اول مره اشوفها بصراحه، شفتهاش انا حتى في كيكانوف. جميله الورده دي. لا جميل قوي يا جماعه المكان هنا. يعني انا كنت فاكر ان هو مجرد مبنى وخلاص يعني هنصوره ونمشي، لكن والحديقه يعني كنت فاكرها عاديه، حديقه عاديه. بس واضح ان الحديقه حتى الشجر كبير قوي ومظبوط مع بعضه. يعني لو جيت بصيت هنا هتلاقي الشجر كبير، شجر قديم في نفس الوقت مقصوص كده ومنمق ومنسق كده، وحاجه جميله قوي. دي الورده تاني، بس انا خلاص مش هتخدع في اللون بتاعك تاني ايتها الورده اللعينه، مش هتخدع في اللون تاني خلاص، شفتك على حقيقتك، طلعتش سودا. بص المكان تاني من هنا، تحس ان من هنا في تفاصيل اكبر. 4 فرسان بيشدوا عربيه، و2 فوق كده ايه تقريبا بيسوقوا الفرسان، وتحت في تاج الملك مدعم بالذهب، وفي الاسد ذهبي. هنا كده لو جيت بصيت تمشي معايا كده كده تلاقي جميل، بس تمشي كده. لا المناظر هنا رهيبه بصراحه. بعدين الناس عشان خاطر ما بيلاقوش شمس فكلهم قاعدين تحت الشمس، صحاب مع بعض بقى، عائلات، اطفال بتلعب كوره. الواحد هيعوز ايه غير ان هو يجي يلاقي شويه الحاجات دي كده وينام هنا. انا عايز اشوف بقى ايه اللي في المكان ده، في حاجه هنا جوه انا عايز اشوفها. ده الطريق. بص ده نفق يا جماعه، بص النفق عامل ازاي من هنا اصلا، وحاطين حواليه الشجر ده، فانا افتكرت في ميه، في كنال، في حاجه، طلع ان هو نفق اصلا. انا كده خلاص يعني اشبعت فضولي هنا من المكان ده. هنروح مكان تاني هناك بقى ونجرب ونشوف حاجات جديده. طيب يا جماعه الحمد لله وصلنا كده بروكسلز او بروكسل بالعربي. اولا انا كنت جاي حسابي على مكانين هنزورهم ان شاء الله مع بعض، باقي المدينه انا ما اعرفش فيها اي حاجه. فهنعمل ايه كالعاده؟ هننزل نرمي نفسنا في قلب السنتر، ومن هناك نمشي يمين بقى شمال زي ما رجلنا تودينا، هنروح واللي هنلاقيه هنقول هو ده. بس اللي انا عارفه ان شاء الله ان انتوا هتتبسطوا. ليه؟ لان بريسلز جميله، بروكسل حلوه حلوه جدا. طيب شوفوا انا لسه خارج من محطه القطر ولقيت زحمه، انا ما اعرفش الزحمه دي بتاعت ايه والله. يعني انا ما اعرفش انا فين اصلا، لسه انا خارج من محطه القطر ولقيت زحمه، فقررت احود اشوف في ايه. ويبدو ان هو مكان جميل يعني. انا لسه بشوفه زيكم يعني، الكاميرا قدامي اصلا فانتوا شايفين قبلي. جميل قوي المكان ده، شفتوا؟ انا والله ما عامل حسابي، انا ماشي كده بالصدفه لقيت ان في ناس واقفه زحمه،
في ايه. اكتشفت ان هو تقريبا متحف او حاجه، بس شكله جميل قوي. بلجيكا فيها حاجات حلوه قوي، طول ما انت ماشي هتلاقي فيها حاجات جميله. خلينا هنستكشف ان شاء الله. فيها حاجات اثريه حلوه وفيها حاجات حديثه برضو حلوه. ده الملك بدوين او بدوين بعد كده نطلع نشوف المتحف ده ايه. ولا عامه انا مش من هواة المتاحف قوي، ولكن هو المنظر استهواني فهوريكم ونمشي. مش هدخل على المتاحف، انا ما بحبش المتاحف، انا احب من بره ما احبش من جوه، ما بفهمش فيهم انا الحاجات الاثريه دي. بص 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 اطلع كده واحده 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 واحده. جميل، لا جميل جميل المكان ده. فوق في علم بلجيكا، مش عارف العلم التاني ده علم ايه، ممكن يكون مثلا علم المقاطعه اللي احنا فيها بيبي، مش عارف. شوفوا انا والله مش عامل حسابي وماشي وخلاص، لقيت نفسي قدام متحف، ومتحف شكله من بره جميل. انا ما اعرفش ايه اللي جواه ولا متحف ده ايه، بس شكله من بره حلو قوي 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 يعني. استهواني كده ان انا اقف اتصور عنده واوريه لكم. المعمار بتاعه جميل وحديث وشكله مترمم قريب. ما اعرفش فيه ايه، انا بصراحه ما بحبش المتاحف، بس لو في حد يعني لو حد بيحب المتاحف ومتابعني يقول لي وانا بعد كده ادخل متاحف. بس انا يعني مش من هواة المتاحف قوي يعني. بس دي الفكره. طب يا جماعه انا اكتشفت اكتشاف غريب شويه، خلينا ندخل نشوف المكان ده ايه. لان انا وانا بصور دلوقتي لقيت حد بيتكلم عربي، فسالت. هي قالت لي، هي بنت قاعده هنا تقريبا زي جايد او حاجه لشركه سياحه، فقالت لي ان هو دي اكبر كنيسه موجوده في بلجيكا عموما، ده مش متحف. وبتقول لي من جوه المعمار بتاعها حلو قوي، فقلت الفضول خدني قلت ندخل نشوف كده ايه الدنيا. المعمار بتاعها جميل. كل تمثال من دول شايل سلاح معين، مش عايز اعلي صوتي عشان ما ازعجش الناس. اعتقد دول ملوك بقى او اساقفه، مش عارف. بص من فوق عامله ازاي. بس كل واحد هتلاقي مكتوب تحته بس بالفرنساوي، للاسف مش عارف اترجم. مكتوب تحته ده كان ايه. لو جينا بصينا هنا دي يونج، ده اسم ده هولندي، ولكن دي هولنديه انا عارف. ده مثلا حاجه تبع اللي هو التمثال الراجل اللي فوق ده كان حاجه سنه 1646 اتعمل له تمثال، وكل تمثال من الموجودين دول له قصه مكتوبه تحته. انا طبعا مش هعرف اترجم كل ده. هي من جوه حلوه مش وحشه. دي يعتبر اكبر كنيسه في بلجيكا. طيب زي ما شفتوا كده يا جماعه، دي اكبر كنيسه موجوده في بلجيكا. انا ماشي بالصدفه لقيت ناس كتير واقفه وفي زحمه انا مش عارف في ايه، وناس كتير بتتصور، فانا مش عارف ايه اللي بيحصل. فوقفت قلت اشوف المكان، فبحسبه متحف، فبتصور قدامه لقيت في واحده قاعده شكلها عربيه، فبسالها بقول لها المكان ده ايه. قالت لي ان دي اكبر كنيسه هنا في بلجيكا، الناس كتير بتيجي تتصور معاها ومن جوه حلوه وبتاع. فدخلت بصيت بصه كده عليها من جوه، لقيت هي تقريبا فيها ملوك او اساقفه زي تماثيل واقفين، كل واحد شايل سلاح معين، سكينه، سيف، كل واحد بقى معرفش دي دلاله على ايه. ومكتوب طبعا شويه كلام بالفرنساوي وبالهولندي، انا مش عارفه. ما ينفعش اعمل اي صوت جوه، الناس بتصلي فيعني ما ينفعش ازعجهم. فخلاص خدنا اللقطه من جوه وخرجنا يعني. هنكمل طريقنا ان شاء الله للسنتر. بصوا الشوارع كلها يعني، المدينه كلها تحسها مبنيه على مرتفعات، حبه شارع نازل وشارع طالع، شارع نازل وشارع طالع. يعني زي ما انت شايف كده تلاقي الشارع ده كده نازل، وبعد كده لو انت جاي بقى من يعني طالع كده هتلاقي نفسك طالع. فاللي هو مش شوارع مستويه، الواحد ممكن يتعب من المشي فعلا فيها. ولكن اللي بيعمل هايكنج مش زيي، ان شاء الله هاخدكم في رحلات هايكنج الفتره اللي جايه كتير. ولكن اللي بيعمل هايكنج او متعود على المشي كتير بالنسبه له تبقى تمام. طبعا النزول سهل يعني، انا نازل الموضوع سهل قوي، مش كمان طالع. يبدو ان في شويه زحمه، ولكن مقارنه مثلا بامستردام لا، احنا لسه ما وصلناش السنتر يعني، بس في شويه دي الشوارع الجانبيه ما اعتقدش انها تبقى زحمه قوي زي امستردام. احنا هنا في سنتر بلجيكا في الجراند بالاس او الجراند بالاس. المكان ده بهجه غير طبيعيه والوان غير جميله جدا غير طبيعيه. بص بقى الجمال، بص طول ما انت ماشي كده تلاقي الحاجات دي كلها مذهبه وكلها محطوطه عليها بالذهب. تعالى بقى بص على المبنى اللي في الوش ده، جميل قوي. لحد بس ما اخد لك بوزيشن حلو واجيب لك مبنى حلو. بص المبنى ده تقريبا كان متحف او لا كان قصر ملكي تقريبا. ده كان قصر ملكي وده كان قصر ملكي، مش عارف انتوا شايفينه كامل ولا لا، ولكن جميل قوي ان شاء الله. تقريبا العلم ده اللي انا شفته هناك عند الكنيسه ده الميدان. انا كده واقف في وسط الميدان بالظبط، وبلف الكاميرا عشان خاطر اخليكم تمشوا معايا واحده واحده وتستمتعوا بالمكان. الميدان ده له قصه حلوه قوي، اسمه الميدان الذي تحدى الدمار.
وهنا البلجيكيين بيعتزوا بيه. ليه؟ ده زمان كان مكان زي سوق شعبي كده، التجار والناس اللي هي بتشتغل في التجاره والحاجات دي كانوا بييجوا هنا ويبيعوا وبيشتغلوا وبيعيشوا حياتهم عادي. القرن ال11 سنه 1695 تحديدا، الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا قرر ان هو يغزو بلجيكا، عايز يضمها الارضيه. عشان كده اصلا في اللغه الثانيه هنا في بلجيكا الفرنسي، ما عندهمش لغه خاصه بيهم، ما عندهم يا اما الفرنسي يا اما الهولندي. المهم ان الراجل ده قرر ان هو يغزو بلجيكا، فاول حاجه عملها دمر الميدان ده بالكامل، دمره حرفيا. يعني تحس ان هو ايه، ما بيجي في اكتر مكان حيوي يدمره بيكون في انتصار او حاجه زي كده. بس اللي حصل ان نقابه التجار ونقابات العمال والتجار والناس دي كلها وقتها ما استسلموش، قرروا ان هم يواجهوا. قال لك لا، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنبني المكان ده تاني ويبقى احسن من الاول. وفعلا اتحدوا وبنوه في اقل من 5 سنين. رجع تاني المكان بقى على الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. هم طبعا بيرمموه على طول، بس رجع بقى على الوضع اللي احنا شايفينه حاليا. وعشان كده المكان ده متصنف من احد اهم مواقع التراث بالنسبه لليونسكو. المكان ده بالنسبه لهم مكان اثري ومتصنف كاحد اهم المواقع بالنسبه لهم، وعشان كده البلجيكيين بيعتزوا بيه جدا. ده عشان كده له اسم اللي هو الميدان الذي تحدى الدمار، هم بيسموه كده. ولكن من ناحيه هو جميل من ناحيه تمشي فيه وتستمتع، تيجي تقعد هنا وتاكل ستروب وافل ولا بتاكل بطاطس اللي هي الفرنش فرايز، وهحكي لكم قصتها ليه في الفيديو بتاع الاكل، هتستمتع برضه. الدنيا هتبقى جميله قوي والله، مش زحمه. يعني انا كنت بحسبها هتبقى زحمه زي امستردام مثلا او حاجه، طلعت لا مش زحمه، طلعت عادي خالص. يعني شايفين الزحمه اللي هناك دي؟ تقريبا التمثال هناك، نروح نشوف. يعني وصلنا عند التمثال. بس يا جماعه ده التمثال، محدش يقول بقى بيعمل ايه لان انتوا شايفين. ده الكومنت اللي اقدر اقوله. قصه التمثال ده بقى، كانوا بيقولوا زمان المدينه كانت هتولع او كان هيحصل حريقه كبيره قوي، وكان لسه الواد ده واقف لوحده وشاف الحريقه وحابب ان هو وحب ان هو يطفيها عشان ما كانش في وقت ان هو يجيب حد، فعمل اللي بيعمله دلوقتي في التمثال ده وطفى الحريقه. دي كده القصه كلها. وبعد كده خدوه بقى كانه تمثال وايقوني بيحبوه بيعتزوا بيه، بيجوا يتصوروا عنده علشان خاطر يفتكروا القصه دي. الاسطوره اللي بتتقال ايه الحقيقه انا مش عارف ليه حاطين تمثال عيل صغير بيعمل كده في الشارع، برضو مش عارف. بس انا قلت لكم القصه اللي بتتقال. من ضمن المعلومات برضو نسيت اقولها لكم عن التمثال ده، مش التمثال الحقيقي. يعني التمثال الحقيقي اتسرق كذا مره. كانوا بيحطوا هنا التمثال الحقيقي كان معمول سنه 1600 وحاجه تقريبا. التمثال الحقيقي اتسرق كذا مره ويجيبوه يتسرق تاني، فحاليا هم حفظوا التمثال الحقيقي في متحف وعملوا تمثال نسخه صغيره منه 60 سم كده لطفل واقف بيعمل العمل ده في الشارع يعني. بس هي دي القصه والله، ما جبتش حاجه من عندي. وانا ماشي يا جماعه، انا طالع من بعيد قوي، طالع علشان اروح المكان اللي احنا رايحينه. لقيت تمثال ده، وانت طالع كده تلاقي التمثال ده قدامك، شكله جميل والله. ده الملك ألبرت، خلينا نقول ملك بقى، حكم من 1915 ل 1995، ولا هو اتولد 1915 ومات 95، مش عارف. عامة هو واحد منهم يعني. احنا كده بنتمشى في الشوارع، تلاقي ايه على اليمين كده دي محلات سيفونيرز لحد ما نروح المكان اللي عليه الدور. برضو هتلاقي هنا الناحية التانية ستروب وافل وايس كريم، دي كلها انواع. ممكن تعمل ستروب وافل بقى بالبيستاشيو، هتلاقي بالفراولة، هتلاقي بكل حاجة. هتلاقي هم عندهم الستروب وافل فيه كل حاجة، فانت عيش يعني. طيب المكان اللي معانا بعد كده، وانا ماشي كده بعدين شفته فعجبني فسيرشيت عليه. ما عملت سيرش لقيته مكان مشهور قوي وليه قصه برضه. احنا دلوقتي وصلنا عند رويال جاليري او معرض سانت هوبر. المعرض ده له قصه كبيره جدا، او الجاليري ده له قصه كبيره جدا هحكيها لكم. ولكن خلينا نلف الكاميرا كده وشوفوا الحلاوه دي معايا. شوفوا السقف، ركزوا في السقف قوي انه سقف زجاجي. وبعد كده وانتوا بتتفرجوا انا هحكي لكم القصه. قصه بقى ايه المكان دوت؟ القصه دي ان المكان ده اتفتح سنه 1847. 1847 فتحوا المكان ده، وكان كل اللي بيجي فيه أدباء ومثقفين. يعني مثلا عندك فيكتور هوجو، الناس دي كلها كانت هي اللي بتيجي تقعد هنا. وكان ده أول أو تقريبا من أقدم الأماكن اللي اتعملت من زمان مغطاة بالزجاج. ايفن حتى في إيطاليا في هناك جاليري بتاع ميلانو تقريبا، حاجة زي كده. إن شاء الله نروح مع بعض. ده أقدم منه. كان الناس بتقول إن هو يعتبر الأقدم، بس ده يعتبر أقدم منه اللي احنا فيه دلوقتي. ولو بصيت فيه جميل، لا جميل جميل. بص طول ما انت ماشي كده تلاقي فيه محلات شوكولاته يمين وستروب وافل شمال. يعني تبص هنا دي كلها محلات شوكولاته. يعني التمثال ده مش شوكولاته على فكره، ده تمثال راجل تقريبا، ده اللي هو صاحب المحل او اللي عامل ما علينا، بس ده بالشوكولاته لما يجوع ياكل نفسه.
محدش يقلش تاني. لا في محلات شوكولاته كتير، يعني طول ما انت ماشي كده على الاروقه يمينا ويسارا ستجد محلات الشوكولاته كثيرا جدا. لو خرجت منه هنا تلاقي ده مكان تطلع منه وده حي تنزل له، فاحنا هنمشي في وشنا، لو هننزل يمين ولا شمال احنا هنمشي في وشنا نشوف كده المكان من الناحيه التانية. هنا في ايه؟ هنا في كافيتريات زي ما انتم شايفين كده، ده محل تقريبا مجوهرات او مش تقريبا، هو اكيد، ولا دي لعب اطفال وبيضحكوا علينا ومش مش مجوهرات ولا ده ذهب ولا عيره مش فاهم. ما 125 يورو اكيد مش ذهب يعني. لا ده محل هدايا عادي، ده محل سوفينيرز مش مجوهرات ولا حاجه. لا مؤاخذه اعذروا جهلي، يعني انا قلت لكم انا بلف معاكم وبستكشف، فلو النظره الاولى هتقول ده محل مجوهرات وبعد كده تكتشف انه كده، فاعذروا جهلي بس معلش، اخوك لسه يعني على قده. ده هتلاقي بقى في هنا على الناحيتين في كل حاجه انت عايزها في المكان ده. كان بقى الادباء والمثقفين الناس دي كلها كانت بتيجي تقعد هنا وتعمل فيه بقى كل حاجه. وبعد كده بقى المكان اللي انت شايفه دلوقتي. بس كده، ده احنا كده خلصنا المكان ده. اشوفكم في مكان جديد، هنخرج في مكان تاني هروحه وبعد كده نروح. بص بقى لقيت ايه الجمدان ده، لا جميل. بص كده على اليمين وعلى الشمال والناس قاعده حاجه اخر روقان. احنا ممكن نطلع نقعد فوق في تمثال تاني مش عارف بقى بتاع الملك ألبرت ولا حد تاني، لكن لا جميل. تعالوا نتمشى جوه كده، نمشي كده. لا والاماكن دي يعني تعالى واقعد، يعني ان واحد قاعد مع صاحبه، واحد قاعد مع اخته، هنقول اخته، واحد قاعد مع اي حد هو عايزه. الزهره اللي انا اتخدعت فيها الصبح وافتكرتها سودة طلعت بربل غامق، بنفسجي غامق. واضح ان الزهره دي مشهوره عندهم. خلينا نكمل كده ونطلع السلم ده، في سلم هنا كده نطلع نقعد فوق شويه ونشوف المكان اللي بعده اصلا يكون قريب ولا ايه الدنيا. ماشي، اشوفكم بقى فوق من على السلم. جينا فوق من عند السلم، بصوا. طيب يا جماعه، يعني اكتشفت اكتشاف واضح ان انا كنت غلطان في حاجه. المكان بقى اللي انا كنت جاي له هو طلع اللي تحت ده، اللي هو اللي فيه الحديقه دي. المكان ده اسمه مونت ديس ارتس. انا كان بنطقه انجليزي طبعا، هو بنطقه بالفرنساوي اكيد، مثلا مونت ديس ارتس ميبي. مش عارف يعني، هو بيقولوا الارغين، ولكن هو ده المكان. هنزل تاني اصور لكم بقى من فوق، شكله جميل قوي. قصه المكان ده ايه؟ الاول قبل ما اقول القصه، بصوا النافوره دي. وانا بتكلم لقيت النافوره دي بتلف بشكل جميل قوي، قلت لازم اوريها لكم الاول. بصوا بتحييكم اهو تلف. بصوا النافوره دي قدام الحديقه اللي انا عايزها. وبعد كده فوق هنطلع عند القصر اللي هناك ده، ولكن خلينا الاول ايه نشوف الحديقه الاول. ارجع تاني لقصه المكان اللي انا جاي عشانه. مونتس ديس ارتس، مونتس ديس ارتس او ديس ارتس ايا كان بقى، يعني سامحوني على الفرنساوي اللي بعافيه قوي ده اللي مش موجود اصلا. قصته ايه؟ ان زمان كان المكان ده يعتبر سوق شعبي، كان الناس بتيجي هنا تقف تبيع حاجتها. سوق عادي، الفلاحين والناس اللي تحت اللي هم التجار بيجوا هنا يبيعوا حاجتهم ويشتروا ويبيعوا الكلام ده كله. بعدين لكن جه الملك سنه 1910 وقال لهم لا الكلام ده مش نافعني، هد السوق ده خالص، شيل السور، وراح مسحه خالص وقال له ابني لي مكانه الحديقه دي. وبنى المكان الحديقه، وبعد كده اتجددت في الخمسينيات. المكان ده ان دل على شيء يدل ان مثلا كان في فرق بين زمان ان هو الطبقه الكادحه اللي كانوا بتجار الفلاحين اللي بيجوا يبيعوا ويعملوا، وجه في لحظه واحده الملك قال لهم لا شيلوا ده كله بقى، انا مش عايزه، انا هعمل مكانه حديقه عشان استمتع بيها. ده قصه المكان، ومن ساعتها بقى هو مزار سياحي زي ما انتم شايفين كده. بصوا المكان من فوق هعمل ازاي لما تيجي كده، مالناش دعوه باللي بيغني، احنا هننزل على الحديقه. هو بيغني بالفرنساوي واحنا مش فاهمين اصلا. تنزل كده على المكان هتلاقي قدامك العظمه دي بقى قصه المكان كلها من اولها لاخرها. دي كانت قصتها كلها باختصار. هطلع فوق اوريكم بقى التمثال والقصر اللي هناك، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا. وانا بقى ماشي يا جماعه رايح على القطر، لقيت مكان تاريخي مهم جدا وشكله شيك قوي وجميل قوي، فقلت برضه طبعا ابص حبيبكم ما يفوتش حاجه زي كده، يلا نشوفه مع بعض ونعرف ايه قصته كالعاده. رحت بسرعه كده عملت شويه سيرش عشان اتاكد واعرف ايه المكان ده عشان اوريه لكم واقول لكم القصه بتاعته ايه. المكان ده اسمه ساحه القصر الملكي، رويال بالاس.
الفارس اللي محطوط عليه دوت ده اسمه جودوفري اوف بويون. ده واحد من اهم القادة اللي قادوا الحملة الصليبية الاولى على الشرق الاوسط. كان الراجل ده في المكان ده. المكان ده تاريخي ليه؟ لان الملك ليوبولد الاول اللي هو اول ملك لبلجيكا حلف القسم كملك للشعب هنا، فعشان كده المكان ده بالنسبه لهم تاريخي. حاليا هو اتعمل جنبه متاحف كتير، وفي النص كده زي ما انتم شايفين في ترام وبقى طريق، ولكن المكان ده الساحه دي من اهم الساحات اللي موجوده عندهم. الى هنا سيداتي انساتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. نشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانيه من القطر. زي ما انتم شايفين بحييكم، سلام.